بيننا وبين أمانينا إلا دعوة مستجابة. مهما بلغت هذه الأمنية، مهما كانت هذه الأمنية عظيمة، ليس بيننا وبين أمانينا إلا دعوة مستجابة. يعني كل واحد منا عنده أمنيات كبيرة أو صغيرة. طيب، ما الذي يفصل بينك وبين الحصول على هذه الأمنية؟ دعوة مستجابة. مثلا أعظم مقام يصل إليه البشر ما هو؟ مقام النبوة والرسالة. ما في مقام أعظم من مقام النبوة والرسالة. هذا المقام وهذه الأمنية التي يتمناها كل مسلم لو كانت متاحة، بيتمنى أن يصل لهذا المقام لو كانت متاحة. حصلت لبعض البشر بدعوة مستجابة، مثل يحيى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل لزكريا لما رأى مريم، قال هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هارون كان بشرا عاديا، كيف صار نبيا من عند الله تعالى؟ بدعاء أخيه له، بدعاء موسى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. قال الله عز وجل سنشد عضدك بأخيك. فموسى صار ماذا؟ صار نبيا الذي هو أعلى مقامات البشرية بدعوة أخيه موسى عليه الصلاة والسلام. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم. يقول الله عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل لما بنيا الكعبة بأمر الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الدعوة التي دعاها إبراهيم تحققت في من؟ في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا استشعر أن العبادة، أن الدعاء مناجاة، كلام تحدث الله، اجلس وأنت تدعو الله عز وجل كأن الله أمامك، تستشعر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. لما تدعو الله كأن الله عز وجل، كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أمامك وفوقك سبحانه وتعالى، وأنت تناجي وأنت تحدث وأنت تكلمه. حينما تستشعر هذه المعاني سيأتي بعدها التذلل، الانكسار، الخضوع، الخشوع، البكاء، الإلحاح، الافتقار. بمجرد أنك تستشعر أن الله عز وجل معك يراك، وأنك كأنك ترى الله عز وجل، وأنه فوقك، وأنه أمامك سبحانه وتعالى، حينها تتلذذ بهذا الدعاء. بالنسبة لآداب الدعاء، أول وأعظم آداب الدعاء توحيد الله سبحانه وتعالى في الدعاء. كثير من الناس ما ينتبه إلى أن أساس الدعاء وأعظم شرط للدعاء ألا وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالدعاء. قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال سبحانه في بيان أن الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. لا بد أن يستشعر المسلم في الدعاء أنه يتعبد لله عز وجل، فلا